عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. معكم زينهو في فيديو جديد. منافسنا لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في المباراة القادمة في كأس العالم للأندية. حبينا نعطيه في الفيديو هذا قراءة تكتيكية وفنية لمنافسنا الأمريكي، كذلك شنية النقاط اللي لازم يعتمد عليها الترجي للفوز بهذا اللقاء المهم جدا، كذلك شنية النقاط القوة متاع الفريق هذا الامريكي، شنية نقاط الضعف اللي لازم يستغلها الترجي، وشنية احسن تشكيلة نجموا ندخلوا بها اللقاء هذايا. الكل موجودين ان شاء الله في الفيديو هذا باش نفسروا كل شيء بالتدقيق. الجماهير الترجي الرياضي التونسي اشترك في القناة وتابعنا وخليك معنا لأبرز التحاليل وأبرز القراءات الفنية فيما يخص مباريات الترجي والأخبار. خليك ديما معنا. إذا نبداو بلوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي اللي يلعب بخطة 4-1-2-3، يلعب 4 مدافعين، لاعب ارتكاز رقم 6، زوز لاعبي وسط ميدان بوكس تو بوكس وثلاثي هجوم. شكون أبرز اللاعبين في فريق جالاكسي الأمريكي؟ أول واحد هو الحارس المخضرم لوريس اللي نعرفوه الناس الكل، ثم أخطر واحد وأخطر عنصر هو بوانجا اللاعب الجابوني اللي يعتبر المفتاح رقم 1 في طريقة لعب هذا النادي الأمريكي جالاكسي. كذلك اللاعب بالانسيا، زوز أظهر متاعو بالانسيا وكذلك هولينغ شيد، هذوما الزوز اللي يعتمد عليهم مفاتيح اللعب، اللي يخرج ديما يعمل الزيادة العددية بالأظهر متاعو، باش نبينوها في الطريقة التكتيكية. كذلك المهاجم الكامروني إيبوبيس، هذا حاليا تقريبا المهاجم اللي يعتبر رقم 1 في النادي الأمريكي. كذلك عنده اللاعبين رقم لاعب رقم 8، هذا تيلمان، عنده تيلمان وديلغادو، هذا ديلغادو وتيلمان، وعنده بالنسبة للاعب الارتكاز إيغور جيزوس. هذوما تقريبا اخطر العناصر وتقريبا العناصر المهمة، زيد معاهم المخضرم اوليفييه جيرو. به توا باش نجيو للطريقة التكتيكية اللي يعتمدها فريق جالاكسي الامريكي. كما قلنا 4-1-2-3 تتحول بالنسبة للهجوم، شوف معايا، تتحول ل 2-3-5، زوز مدافعين لهنا، شوفوا معايا، زوز مدافعين، 3 وسط ميدان، ثم عنده خماسي كامل يعني يهاجم به باش يعمل كما قلنا الزيادة العددية في الهجوم، يهاجم أكثر يعني أكثر عنصر ممكن. لهنا هذه حاجة مهمة جدا للترجي الرياضي التونسي، كونك لهنا تحاول تستغل الفراغات اللي عندهم بيوسف البليلي، كذلك اللاعب اللي باش نعتبره أنا مكونا هو اللي باش ينقذ الترجي الرياضي التونسي في هذا اللقاء بالسرعة والفنيات اللي عنده. لاعب يضغط دايما على الخصوم. الحاجة السلبية في الفريق هذا الأمريكي أنه بطيء جدا، وقت اللي تتفكلوا الكرة في العودة مش يرجع، بطيء جدا. هذه النقطة اللي لازم يستغلها الترجي الرياضي التونسي. ثم نكملوا توا العملية كما قلنا 2-3-5، ثم أحيانا يعتمد 3-2-5. اللاعب هذا جابرييل، اللاعب سامحوني باش نقول لكم على اسمه، إيغور جيزوس. هذا إيغور جيزوس هو يولي المدافع الثالث. لهنا تولي 3 مدافعين، 2 وسط ميدان بوكس تو بوكس، ثم خماسي. وأخطر حاجة يعتمد عليه هو اللاعب بوانجا اللي يدخل للعمق، كذلك يعمل الثنائي لهنا تقريبا، لهنا يعمل الخطورة مع الظهير الأيسر. كيف المهاجم لهنا يتبادلوا المراكز، المهاجم والزوز أجنحة هذوما لخلق تنظيم هجومي، كذلك لخلق الزيادة العددية، كذلك مع الظهير الأيمن لهنا شوف معايا يولي فما تكتل هجومي كما قلنا. هذه الطريقة اللي يعتمدها كما قلنا جالاكسي الأمريكي. توا حاليا شنو مطالب الترجي باش يعمل، وشنية أحسن تشكيلة باش يربح الترجي هذه المواجهة؟ خلينا بالتشكيلة. نبداو بن علي على اليمين، مرياح توغاي بن حميدة، عنا أوكبيلو، عنا اللاعب المهم جدا لازم يكون في التشكيلة الأساسية هو كوناتي، وباش نقول لك علاش كوناتي.
بالنسبة على اليسار باش يكون البليلي، وعلى اليمين مكونة. مكونة لازم يكون أساسي لأنه هو مفتاح اللعب في المواجهة هذية، وهو اللي باش يستغل المساحات بالسرعة متاعو وكذلك باللعب المباشر متاعو، لأنه النقطة القوية في مكونة كونه يلعب اللعب المباشر، كذلك يعني دائما يعني ما يخليش الخصم يقرأ حتى الطريقة اللي باش يلعب بها ولا. دونك هذه حاجة مهمة برشا مكونة في الجهة هذه، وعندنا البليلي الجهة هذه. لازم بالمهاجم نلعبوا بالجبري، الجبري لانه دوره كبير برشا، وشفنا رودريجو ما عطاه حتى شيء حتى في المواجهه، وما عادش باش يعطيك حتى شيء كما قلنا. دونك زايد نضيعوا في الوقت، زايد نخسروا في مكان نتاع مهاجم. كما الماتش اللي فات لعبنا تقريبا ب10 ناقصين واحد اللي هو رودريجو. دونك لهنا الماتش هذا مهم جدا. الجبري بالقوه اللي عنده، انسان تكنيسيان برشا في مخه، يهبط كذلك لوسط الميدان، يحل للاعب الوسط الميدان الهجومي، ويحل للدو زيليي اللي هما البليلي ومكونا. لهنا مهم جدا. بالنسبه لوسط الميدان الهجومي انا نحبذ يكون يانساس يلعب صانع العاب، نعطيه الفرصه نتاعو، ما نحرقوش اللاعب، خليهم بعد ما يكمل نحكم عليه كونه اللاعب هذا مازال في الفورمه نتاعو ولا ما عادش ينجم يعطي. دونك عندنا لهنا ينساس، والا جبالي باش يكون حاضر منهم يؤدي الدور نتاعو. مهم جدا وقت اللي الجبري يدخل دونك ينساس ياخذ المكان نتاعو. دونك فما ثنائيه لهنا، فما الثنائيه تاع كوناتي والبليلي. كما نعرفوا كوناتي، علاش كوناتي لانه لاعب بيفو ينجم يعاون في الديفونس، ولهنا تولي بدو بيفو مهم جدا تعطي اكثر معناتها صلابه دفاعيه واكثر معناتها توازن الخط الوسط. كذلك يعمل ثنائيه لانه كوناتي يلعب رقم 6 يلعب رقم 8، وكذلك قادر يمشي معاك يلعب حتى على الجناح. وقت اللي البليلي يدخل للعمق كوناتي ياخذ البلاصه نتاعو. كذلك لهنا عندك وقت اللي مكونا يدخل مهاجم ثاني مع الجبري، كذلك ينساس ينجم يرجع للمركز الاصلي نتاعو. كذلك عندك لهنا فما اوكبيلو اللي هو باش يكون اللاعب الارتكاز اللي مبني عليه اللعب. لهنا عندك الاظهره نتاعك، نجم تخرج الاظهره يعاون واحد منهم مش الزوز، كيما لهنا بن حميده او بن علي سولون السوليسيون الموجوده. بالنسبة هذه الطريقة والتشكيلة اللي لازم يعتمدها الترجي الرياضي التونسي. في وسط الميدان لازمنا نكونوا بدو بيفو قدامهم صانع ألعاب، الجبري اللي باش يحاول يفكسي كما قلنا لي دو ديفونسور. عندك لهنا مكونا وعندك البليلي مهمين جدا في عكس الهجمة في التحولات الهجومية. كذلك عندك ينساس لهنا مهم جدا بالتحركات نتاعو، يدخل على اليسار، يدخل كذلك كمهاجم ثاني يدخل على اليمين، يدخل وسط الميدان وقت اللي ما فماش حلول ياخذ الكره ويخرج بها. كيف عندك كوناتي يعرف يخرج كره، وعندك اوبيلو الريدو نتاعك لهنا، وعندك الديفونس نتاعك لهنا واقف، وعندك الزوز اظهر نتاعك سولون لي سوليسيون. هذا تقريبا من خلال متابعتي لفريق لوس أنجلوس جالاكسي، من خلال كذلك التحليل لابرز نقاط القوه وابرز نقاط الضعف. لهنا الترجي الرياضي التونسي نعرفوا الأهمية تاع الماتش هذا معنويا، ماديا كذلك الفوز راهو فيه 2000 يورو يعني 6 مليارات، مهمة جدا للترجي الرياضي التونسي، كذلك للجمهور اللي مشى لأمريكا وضحى وكل شيء. دونك أبرز حاجة وأقل حاجة نجموا نعملها للجمهور الترجي الرياضي التونسي هو نجيبوا الفوز إن شاء الله في اللقاء هذا. وأنا عطيت المفاتح متاع الفوز هذا، إن شاء الله حظ موفق للترجي الرياضي التونسي، حظ موفق لممثل الكرة التونسية. تابعونا واعملوا ابوني للقناة، وخليكم ديما معنا، ديما فما جديد فيما يخص الترجي والتحليل وكرة القدم. شكرا لكم على الحضور.